السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الصينيه الجميله ديت. اللي اول مره بيشوفني يا جماعه، انا اسمي امنه ودي قناتي. وفري تقدري، هتلاقوا فيها وصفات كتيره قوي اقتصاديه وجميله هتعجبكم جدا. نعملوا جوله كده، واذا عجبكم المحتوى اللي بنقدمه يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد، وان شاء الله القناه تكبر بيكم باذن الله. شايفين الصينيه الجميله دي؟ اتعملت بمنتهى السهولة وطعمها تحفة 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 تحفة. ومعمولة على البوتاجاز وحطيتها في الفرن أقل، يعني على الشواية أقل من 5 دقايق. شكلها زي ما انتوا شايفين كده، وألواناتها جميلة قمر زي ما انتوا شايفين. تعالوا بسرعة بقى أقول لكم عملتها ازاي. هي سهلة جدا. جبت بصلاية كبيرة، وجبت طماطمتين صغيرين كانوا عندي، أو طماطمية كبيرة عندك عادي، وكم فص توم. هنقطعهم بقى ونحطهم في الكبة. انا مقطعاهم اصلا. هنحطهم في الكبة، او لو مش عايزة تحطيهم في الكبة ابشريهم، اعملي اللي انت عايزاه. اللهم صل على سيدنا محمد. بس بقطع التوم كده عشان اساعد الكبة يبقى سريع يعني. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا جماعة ما تنسوش اللايك، الله يخليكم، اللايك بيرفع الفيديو. والف شكر للمتابعين القدام بتوعي اللي هم اصدقائي واخواتي واسرتي. حطيت يا جماعة شوية ملح، وحطيت نص معلقة سكر كده، برضو بتساعد على ان الحاجة تحمر بيبقى شكلها حلو كده. وزي ما انتم شايفين كده اهوت، حطيت معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة فلفل اسود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. معلقة من السبع بهارات، معلقة صغيرة، وعصرة ليمونة. على فكرة التتبيلة دي حلوة جدا جدا والله، بتخلي الفراخ تحفة. والنص معلقة السكر اللي انا حطيتها في الاول دي، يعني بتظهر الطعم كده وبتخليه جميل بجد، حلو قوي. وبتساعد برضو على ان الفراخ تحمر بسرعة. نص كوباية مية، خلطت الخليط كويس قوي، ونص كوبايه ميه، بس لقيته مش مخلوط يعني ناعم زي ما انا ما عايزاه، فحطيت نص كوبايه الميه ديت علشان يتخلط كويس ويبقى ناعم اكتر. انا مش عايزه تفلق، انا عايزه الحاجات ديت تندمج مع بعضيها كده، وتديني يعني تتبيله حلوه كده. اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص بعد ما عملتها حطيت فيها بس معلقتين زيت. ومعلقتين الزيت دولت يا جماعه، أنا مش هحط حاجه تانية يعني، ولا احط سمنه ولا احط اي حاجه ولا احط زيت تاني، هم دولت بس. واللي هينزل بقى من الفراخ هو اللي هيديني الطعم الجميل اللي هتشوفوه في الاخر كده. يا ريت كنتوا معايا كده، كنتوا تدوقوها وتشوفوا هي حلوه قد ايه. بننزل بقى بالخليط على الفراخ، ونحاول بقى نتبل بيه الفراخ كويس قوي. نحاول برضو ندخل تحت الجلد كده، يعني احنا عادة ما بناكلش الجلد بتاع الفراخ، ولو انه بيبقى لما بيتحمر بقى شكله تحفة، بس برضو الواحد بيخاف من الجلد بتاعت الفراخ ديت. فنحاول ندخل قد ما نقدر الخلطة ديت تحت الجلد. معايا بقى شوية خضار كده صغيرين، هقطعهم تحت الفراخ ديت. حاولت الاول اركن الفراخ على جنب كده، والخضار اللي اقطعه على الصينية. وبعدين رجعت شلت الفراخ، وقلت ارص الخضار الاول. يعني مثلا تجيبي بطاطسيتين 3 بطاطسيات قد ما انت ما عايزه كده، واقطعها صوابع كبيره. على ما استوت الفراخ كانت هي كمان استوت، بقت تحفه. انت بقى تحطي البطاطس يعني قد ما انت ما عايزه، يعني تحطي 3 بطاطسيات، بطاطسيتين، 4 زي ما انت ما عايزه. وبرده كام قطايه كده، برضو قطعتها كده، كل قطايه عشان القطه صغيره شويه، قطعت كل واحده 4 اجزاء كبيره كده. والبصل هقطعه برضو بنفس الطريقه. انا بوريلكم كده من كل حاجة واحدة 2 علشان خاطر ايه، بس والله العظيم طعمها مش قادرة اقول لكم، حاجة تحفة تحفة تحفة. شايفين البصل مقطعه كبير ازاي؟
والفلفل طبعا زي ما هو كده، بس يا دوبك كده يعني شقاه بالسكينه شقه بسيطه. قطع بقى بقيه الخضار، وبعدين نزلت بقى بالخضار. شلت بقى الفراخ من الصينيه عشان اعرف اتبل الخضار ده كويس. حطيت له معلقه ملح كمان. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معلقه فلفل، بس كده، مش هحط له اي حاجه تانية. هو بقى مع التتبيله اللي انا عاملاها في الاول اصلا كفايه قوي كده. اه بس نسيت اقول لكم، حطيت عليها كمان دي بقى ممكن تستغني عنها، يعني انا حطاها برضو اضافي كده عشان تعمل لي برضو طعم جميل، بس هي ممكن تستغني عنها لان كمان يعني اساسا الدهون اللي هتنزل من الفراخ هتعمل لي طعم جميل، بس انا حطيتها كده يعني ايه زياده يعني. عايزه تحطيها حطيها، عايزه تستغني عنها استغني عنها. خلطنا بقى الخضار مع التتبيله بتاعتنا. خضار بقى على فكره ممكن تستبدليه باي حاجه انت بتحبيها، ممكن تحطي كوسه، ممكن تحطي اللي انت عايزه تحطيه. نرص بقى عليه الفراخ. حاجة جميلة وسهلة زي ما انتوا شايفين، جنبيها شوية رز وشوية سلطة ولا مخلل، حاجة تحفة. انا بصراحة كنت عاملة جنبيه في نفس الكبة دي هحط شوية مية كده قد نص كوباية، بس حوالي نص كوباية وخلاص. ان وهي بتستوي حسيتي انها محتاجة مية تاني، برضو نص او ربع كوباية كده، وحطيتها على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده استوت، بقت ايه، بقت زبدة. هي والبطاطس وكل حاجة طبعا عملتهم بالشوكة كده ولقيت كل حاجة استوت تمام. خلاص هدهن بقى كل واحدة منهم فرشة سمنة كده من الفراخ دي، كل واحدة فرشة سمنة وادخلها عند الشواية مش اكتر من 7 8 دقايق. ادتني الشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولو كنت سبتها اكتر كانت اتحمرت اكتر طبعا. حاجة كده تحفة والله العظيم.